الشخص الكتوم من كتر ما هو بيتحمل بيخسر حقه في الرد، ويمكن كمان يغلطوه. ازاي ما يخسرش حقه؟ الكتوم بمعنى ان هو اللي بيتكلم كلام ممكن يندفع في الكلام، ولا الكتوم اللي هو ما بيردش خالص؟ كتوم اللي هو يتأذي يتحمل علشان بيحبهم، يتأذي يتحمل وهكذا. ده ليه وعاء هيتملي اه. ومره واحده هينفجر، هيخسر كل الناس. مم. ليه؟ لان هيكون بيتكلم من اللي هو معبيه، مش هيتكلم بقد الموقف. مم. يعني انت ممكن تكون خبطتني فانا هتكلم على قد الخبطه دلوقتي، لكن لو انا كتوم وعمال اشيل عمال اشيل عمال اشيل، لما تيجي تخبطني خبطه صغننه قوي هتلاقي الانفجار بتاعي مش على قد الخبطه. هو ليه عمل كده؟ هو انت ليه اوفر قوي كده؟ لان ده كان كتوم، قعد يكتم 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 لحد ما ينفجر. وده بيتعرض ليها اباء وامهات بسبب التربيه، بسبب كده بيقعد يصبر على ابنه يصبر على ابنه، مره واحده تلاقي اكستريم ومشكله كبيره جدا انفجرت، فالولد يبص الولد مش مستدعيه كل ده، لان هو كان كاتم جواه. لو على نفس الموقف يرد في ساعتها يبقى الموضوع اقل شويه. بص، احنا عندنا مشكله ومحتاجين نتكلم فيها كتير، وهي فن الكلام. يعني ايه فن الكلام؟ اختار المكان والوقت المناسب اللي انا اتكلم فيه. انا اتضايقت منك فينفع اختار الوقت المناسب اللي انا اتكلم فيه معاك. معظم لا قدر الله الطلاق بسبب ايه؟ بسبب ان الراجل او الست ما اختارش الوقت المناسب في النقاش في المشكله. بتختار وقت مش مناسب، عايزاه دلوقتي تحل، مع العلم ان احنا لو سيبنا بعض نص ساعه بس، سيبنا بعض شويه، هنعرف نقعد نتكلم مع بعض ونحل المشكله. طب لو الوقت طول، يعني لو في مثلا عتاب متشال بس الوقت مطول شويه، وانا عايز اقعد اتكلم ومش عارف اوصل للشخص اتكلم معاه. المفاجاه، اوقات كتير جدا انت مش محتاج تتكلم مع الشخص، انت محتاج تكلم حد. وده اللي امهاتنا كانوا بيعملوه زمان، ان هي بتفضفض مع جارتها وبتفضفض مع، بس ده زمان. النهارده مش هينفع نعمل كده. ليه؟ لان الفضفضه ساعات بتخرب بيوت، لان بتلاقي اقتراحات من الناس، لا انت صابره ليه كده، ما بقتش اقتراحات زي الاول. فالفكره ان انا ممكن افضفض، انا ممكن مثلا يحصل خلاف بيني وبين شخص، افضفض مع واحد تالت اقول له على فكره انا متضايق من كذا وكذا 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 وكذا، الشخص التالت ده يهديني. مش لازم اللي قدامي يسمع الضغط اللي عندي، مش لازم اللي صاحب المشكله هو اللي يسمعني، لان احنا ما بنعرفش نفرق بين احساسي بغضبي وبين التصرف، لان معظم تصرفاتنا مبنيه على الغضب. فلو وبخسر حقي لان انا بتصرف بغضب، فممكن يبقى عندي حق كبير جدا بس بتعاملاتي بخسره. فالصح ايه في العلاقه في الحاجات دي؟ ان احنا نفصل الفعل عن المشاعر. انا غضبان منك بس انا مش هتصرف نتيجه غضبي، لما اهدى وغضبي ده يهدى هعرف اتصرف معاك. وعشان كده لما بنهدى بنتصرف تصرف تاني خالص. صحيح. طيب، ممكن يبقى في حد حبيبي قوي وصدر منه مثلا موقف اذاني، هل له تعامل خاص في الرد؟ خصوصا لو ما غلطش نفسه، ممكن يبقى خبيث شويه مثلا ما يغلطش نفسه. بص، حبيبك قوي ده انت ابتديت تزعل او تتأذي من الناس اللي ممكن قريبين منك، واحنا بنبقى حساسين منهم قوي. يعني الناس القريبه دي بنبقى متوقعين، عندنا اكسبكتيشن وتوقعات عشان ان دول بالظبط، ان ده المفروض ده ما يعملش معايا كده، الغريب يعمل معايا كده. ودي مشكلتنا احنا. أيوة. ان احنا ادينا ناس احجام هي ممكن تبقى عاديه جدا. يعني ما تعشمش في حبيبي، هو ده بقى في صديقي، انا ولا اتعشم في حد. هي الفكره فين؟ ان الناس كلها على خط واحد بالنسبه لي، حبيبي وكل حاجه وتمام وحبايب، بس حبيبك ده على الاقل خالص لو عمل حاجه موقف فهو اكيد مش غصب عنه. عارف اصعب حاجه ايه؟ الحوار اللي بيدور بينك وبين ذاتك ساعه المشكله. انت بتقول على المشكله ايه؟ ما هو انت ممكن حاجه من الاثنين، ده حبيبي وما ينفعش يعمل كده وعيب اللي عمله فيا، لا ده حبيبي وما كانش قصده. وده كله بيدور جواك طبعا. انت فكرتين اهم عكس بعض، وبالتالي بناء على الافكار دي انت هتتصرف. يعني لو قلت ده حبيبي واكيد مش قصده وابتديت تديله مبررات، عمرك ما هتزعل. على فكره ده حبيبي والمفروض ان هو ما يعملش معايا كده، والمفروض ان هو اذاني، والمفروض ان هو عارف ان ده بيأذيني، انت شلت منه جامد قوي. طيب احلها ازاي؟ انا عندي صراع جوايا شغال، احله ازاي في اللحظه دي؟ احله ازاي؟ اوعى تحل في لحظتها. يعني ابسط حاجه، بس سيب شويه، سيب الدنيا تهدى شويه. ممكن يكون قد ايه؟ نص ساعه، ساعه، حسب انت وهدوءك. انزل اتمشى شويه، انزل غير الدايركشن. طبعا افصل، لازم تفصل. صدقني لو فصلنا ساعه ساعتين يوم الموضوع بيختلف تماما. لان انت في وقتها احاسيس ومشاعر هي اللي بتتكلم، مش انت اللي بتتكلم. مش عقل خالص خالص. عقل بيقف. وده اللي بيحصل، جرائم قتل وجرائم مشاكل. ليه؟ نتيجه غضب. اتنين اتخانقوا مع بعض، الغضب هو اللي بيتكلم،
مش ولا عقل ولا العقل وقف. فبتبتدي مشاعرك الغضب والاستياء والكراهيه هو اللي يتحرك في الكلام ده، وده بيخليني في الاخر بتخسر ناس كتير أخسر جدا حقي. طبعا. هل يجب على الانسان ان هو يتحمل اللي قدامه اساسا ولا العتاب اول باول؟ لينا ليميت مع البني ادمين، لان انا بشوف الفتره دي ان انا اتحملك مره واثنين وثلاثه وعشرة، انت بتيجي عليا، انا لازم اعمل لك حدود. فليك ليميت، وده كل ده من حقي تجاه نفسي ان انا اعمل اللي قدامي ليميت عشان ما تتماداش، لان في ناس بتتمادى. فممكن يوجعك مره واثنين وثلاثه، لا انا مش جاي الدنيا دي عشان انت توجعني. ليك ليميت مش هتعديه. اقرب الناس ليا له تعامل خاص؟ اقرب الناس ليا محتاج يفهم ويستوعب ان انت عشان قريب، فخلي بالك ان وجعتك معايا بتبقى كبيره شويه، فينفع اتكلم معاه. اقرب الناس ليا خلي بالك ان انت مختلف عن الناس دي، فانت لو ضايقتني الدقيقه بتاعتك هتوجعني قوي، فارجوك ليه؟ لان انت بتبقى بص بقى، من ضمن الحاجات اللي اكتشفتها، احنا بنتعامل مع الناس القريبين مننا بدون ما تحط حواجز، انت فاتح الدنيا عادي، فزي اللي بيلعب بوكس، هو فاتح ايده مدي الامان، فاقرب خبطه بتجيب قضيه. هو ده التعامل مع القريبين مننا قوي. مع الغرب انت بتبقى عامل حاجز، تبقى مأمن، تبقى واخد بالك مش هيأذيني، لكن مع القريب انت بتبقى فاتح له ايدك. التجاهل يحل كل اللي احنا بنحكي فيه ده ولا لازم ارد؟ لا، التجاهل بمعنى ايه؟ في تجاهل ممكن قدامي، ممكن انا اتجاهلك انت تزيد غضب وتزيد استياء. التجاهل مش حاجه حلوه. يعني اتجاهل ينفع ما هو انا اتجاهلك ليه؟ انا عايز اواجه مشكلتي. انا دوري تجاه نفسي ان انا اواجه المشكله، اواجهها باي شكل، دي بتاعتي انا. اواجهها ان انا اغضب، اواجهها ان انا اعمل مشكله، اواجهها ان انا اتكلم معاك لما اهدى. انا كده واجهت. التجاهل بيعمل تراكمات، والتراكمات ممكن نتقابل في الشارع نعمل مشكله كبيره جدا. يعني ما يبنيش علاقه في الاخر يعني. لا، التجاهل مش يعني مش لغه احباء. التجاهل لغه ناس غرب، مش احباء. لو انت هتتجاهل زي ما واحد شتمك في الشارع مثلا وانت تجاهلته، خلاص انت مش هتشوفه تاني. لكن تتجاهل حد قريب منك وصاحبك وعشره عمرك تتجاهله، هنروح فين؟ يعني لازم اتكلم بس في وقت معين، اختار الوقت والمكان المناسب وافصل كمان. طبعا طبعا لازم نوصل، لازم اهدى عشان اعرف اتكلم. غير كده هخسر حقي، هخسر حاجات كتير قوي. بشكرك جدا. شكرا ليك يعني.